كل سنة وانتوا طيبين. دخلنا في شهر رمضان ومحتارين نفطر ايه. تعالوا بقى هناكل وهنحلي والطعم حكاية مقولكوش. بس في البداية بحب ارحب بمشتركين الجدد، نورتوني وشرفتوني وزادت القناة نور وشرف بانضمامكم لينا. كل الشكر والتقدير لمتابعيني وحبايبي. لو لسه اول مرة بتشوفوني اتمنى تشتركوا عندي، وجودكم معايا شرف كبير ليا. ويلا بقى تعالوا نبدأ بالحلو علشان يبقى جاهز. واول حاجة هنعملها مع بعض العصير. معايا هنا برتقان بالجزر، هضيف عليه سكر. طبعا انا مفرزة معاكم قبل كده البرتقان بالجزر وطريقته سهلة ومغذية وما بيغيرش طعمه، وطعمه حكاية وكأنه فريش. وكل اللي انا هضيفه هنا هو السكر والمية، دول طبعا حسب الرغبة. هنضربهم بقى كده بالهاند بلندر. بالنسبة لي انا مش بضيف له مية كتير لاني بحبه تقيل شوية. بطلعه من الفريزر وبسيبه يفك كده من قبلها بشوية علشان يبقى سهل معانا في الضرب وما يبوظش الحاجة اللي شغالين بيها، سواء الهاند بلندر او الخلاط. انا بحب ان انا اديهم ضربة كده. لو انتي مش حابة ممكن تزودي السكر والمية وتقلبيهم عادي لو هم سايحين معاكي. وده بقى بالنسبة للعصير اللي هنفطر بيه النهارده، برتقان بالجزر، تحفه جدا. هسيب لكم طريقه تفريزه في الوصف تحت. ندخل بقى على الحلو الخفيف السريع اللي ما بياخدش وقت ولا مجهود. معايا هنا بقى باكو من جيل الفراوله، هنفضيه بقى في بوله او طبق او اي حاجه عندك. ولو في الوقت ده حابه تضيفي معلقه او معلقتين سكر ممكن تضيفي، بس انا بالنسبه لي مش هضيف لان هو فيه سكر وبالنسبه لي مظبوط كده. هنضيف بقى على الباكو ده كوبايه ميه سخنه من كوبايات الشاي العادي اللي هي المج دي، وهقلب بقى كويس لحد ما الجيل يدوب تماما. وبعد ما يدوب معانا هنزود كوبايه ميه ساقعه وهنقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. في الوقت ده تقدري تضيفيه في كوبايات او كاسات وزي ما تحبي بقى. انا النهارده هعمله بالموز، فهقطع كده كام من موزايه وهرصهم في الكاس بتاعي بالشكل ده كده. يبقى شكله حلو قوي وطعمه احلى كمان لو عملتيه كمان في عزومه. حلو وخفيف وسريع. ضفت بقى هنا حبه من الجيلي وحطيتهم في التلاجة علشان يجمدوا شويه، علشان الموز ما يطلعش لفوق ويثبت مكانه. وهضيف عليهم كمان بعد ما جمدوا شويه من الجيلي تاني، وهحطهم تاني في الفريزر يعني عشان نفصل فاصل كده ونعملهم طبقات. يفضل بقى تحطيهم في الفريزر علشان يجمدوا بسرعه وما ياخدوش وقت معاكي. بعد كده بعد ما طلعوا هنحط بقى طبقه الموز التانية وهنضيف حبه جيلي كمان وهنحطهم تاني الفريزر علشان مش عايزينهم يطفوا معانا وعايزين الوش يبقى املس من فوق كده وناعم يثبتوا كده في مكانهم. وهنا بقى دي اخر طبقه هدخلهم بقى هنا التلاجة وهسيبهم بقى لحد وقت التقديم يبقى شكلهم جميل كده في النهايه. وده بقى بعد ما طلعتهم تماسك بقى وبقى شكله جميل، وكمان الموز ثابت في مكانه وطعمه تحفه، حلو وسريع وخفيف وعلى قد الايد. ندخل بقى على التقيل. في طاسه بقى على النار هنحط معلقتين زبده، وبعد ما تتقدح معانا كويس هننزل بقى باللحمه بتاعتنا. ويفضل اللحمه تكون متقطعه شرايح مش متقطعه كبير. هنديها بقى صدمه كده مع الزبده، واول ما لونها يغير من تحت هنقلبهم على الناحيه التانية. طبعا في الوقت ده النار كانت عاليه او وسط، نديهم تشويحه حلوه على النار. وبعد كده هنضيف لهم بقى التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وورق لورا وحبهان وحبه قرفه. مقطعه بقى هنا بصلايه جوليان وقرن فلفل رومي كده وكم فص من الثوم. هننزل بيهم بقى على اللحمه بتاعتنا، هنديهم بقى تشويحه حلوه مع بعض. وبعد كده هنجيب غطا ونغطي بقى الصينيه بتاعتنا دي ونهدي عليها النار خالص ونسيبها بقى هي هتنزل الميه بتاعتها وهتستوي بالميه بتاعتها. حابه تضيفي شويه ميه قليلين مش مشكله ضيفي. انا من وقت للتاني هقلب فيها وهضيف لها حبه ميه قليلين وهسيبها بقى على راحتها خالص لحد ما تستوي معايا 3/4 سوا. هطلع بقى اللحمه بتاعتي كده في طبق، وتعالوا بقى نعمل شويه محشي ورق عنب يستاهلوا بقكم. وفي حله بقى هنزل بالتسبيكه بتاعتي دي اللي انا مجهزاها من قبل رمضان. طبعا انا طلعتها فكت من السحور. التسبيكه دي فيها بصل فرستها معاكم قبل كده في تفريزات الخضار. هنرفعها بقى على النار تاخد تسخينه كده حلوه. هضيف عليها حبه زيت حلوين كده، وهضيف لها كمان معلقتين صلصه والتوابل بتاعتي، فلفل اسود بقى وكمون وكزبره، حبه حلوين كده يطعموا المحشي. لو عندك 7 بهارات حطي، لو عندك توابل بقى محشي حطي، المتوفر معاكي وعندك حطي. هحط بقى الملح حوالي معلقه الا ربع لان انا هعمل كيلو الا ربع رز. وحطيت كمان بابريكا ورشه قرفه. هقلب ده كله مع بعضه، وهضيف كمان معلقه كده كبيره من الثوم مفروم. حطيت كمان حبه شطه كده. وفي الوقت ده كنت غاسله كيلو الا ربع رز بقى هننزل بقى بيهم على التسبيكه وهنقلبهم مع بعض. هقلبهم تقليبتين وهطفي النار. بعدين هضيف الخضره، غسلتها طبعا وقطعتها تشكيله من الخضره، شبت على بقدونس على كزبره، هقلبهم مع بعض. وهنا بقى خلطه المحشي كانت جاهزت معايا، بس ناقصها بقى قرن فلفل قطعته هنا لان كنت نسيت احطه في الاول. هنيجي بقى بعد كده لورق العنب. ورق العنب كان جاهز معايا، انا طلعته بس من الفريزر فك معايا خالص. وده بقى انا مفرزاه عندي من السنه اللي فاتت، دول اخر شويه جاهز على اللف على طول. انا قبل ما افرزه كنت سلقاه في ميه فيها نص عصير ليمونه. قبل ما اسلقه طبعا غسلاه كويس ورصتهم فوق بعض. كنت رابطه العروق مع بعض بحيث ان هما يبقوا مرصوصين معايا بالشكل ده. كنت رصه العروق فوق بعض ونزلتهم وهم
مربوطين بالخيط. بعد كده قمت قصيت العروق اللي هي من الطرف دي، وطبعا بطلعهم من الميه السخنه على ميه بارده على طول علشان ما ياخدوش سوا جامد، بس يغيروا لون، وبطلعهم على طول وبصفيهم خالص وبحطهم في اكياس بنفس الرصه كده. شايفين اهم من السنه اللي فاتت زي ما انتم شايفين اهو نفس الرصه، وسهلين معايا ان انا اخد الورقه مفروده الفها على طول. مش لسه بقى هقعد اسلق الورق وكده، لا هو جاهز كده على اللفه على طول. هديله شطفه تحت الحنفيه وهنشتغل على طول. وان شاء الله وانا بفرز السنه دي ورق العنب هبقى اوريكم الطريقه بتاعته. وهنا بقى اديته شطفه تحت الحنفيه وهنبتدي على طول في اللف. زي ما هم مرصوصين مش هياخدوا معايا وقت خالص. هفرد بقى الورق بتاعي على الصينيه من الناحيه الخشنه، ودي طريقه سهله وسريعه هتنجز معانا وهتلفيهم في اسرع وقت. هنحط فيها حبه رز وهنقفلها من الجناب، وبعد كده هنلفها رول. وطبعا لو لقيتي ورقه كبيره ولا حاجه ممكن تقسميها نصين عادي مفيش مشكله، ولو حابه تعمليهم على ايدك زي ما تحبي بقى اللي اسهل لك والاريح لك اعملي بيه. اتمنى بقى لو وصلتوا معايا لهنا ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وكومنت حلو من ايديكم، هيفرحني وهيشجعني. كمان انا بشوف كل التعليقات وبرد على كل التعليقات، وربنا يسعد قلوبكم زي ما بتسعدوا قلبي بكلامكم الجميل ده. اروح بقى اخلص كل الكميه دي وانا قاعده وارجع لكم تاني. وهنا بقى جبت حله ونزلت فيها الخضار اللي كنت مشوحاه مع اللحمه، وهنزل بقى باللحمه بتاعتي اللي شوحتها طبعا 3/4 سوا. وهنا بقى كنت خلاص لفيت ورق العنب بتاعي، هرصهم بقى كده في الحله، ونحاول بقى نظبط الرصه بتاعتنا بحيث ان هي لما تتقلب تبقى شكلها حلو. برص الاول الجوانب وبعد كده بدخل لجوه، وحاولي تلف ورق العنب بره الاول وبعد كده ترصي الحله. ولو حابه تحطيهم في طاجن او برام عادي برضو ممكن تحطيهم في طاجن وتدخليهم الفرن. حطيهم بقى بورق زبده وورق سلوفان علشان يستووا معاكي كويس. هرص بقى هنا الحله بتاعتي وهظبطها كده للاخر، وهحط عليها بقى شرايح ليمون. هنجيب بقى الشوربه بتاعتنا. انا حطيت عليها دبس رمان بس للاسف التصوير اتحذف، وكمان حطيت حبه زيت وعصير ليمونه، وقلبت الشوربه بتاعتي. ودلوقتي هنزل بقى بيها على ورق العنب. هز بقى الحله بتاعتنا بحيث ان الشوربه كده تتغلغل كده جوه المحشي. نضيف الشوربه لحد ما نحس ان هي بدات تظهر معانا، وبعد كده هنحط كده طبق علشان لما تيجي تغلي الحله ما تطلعش الرز من بره ورق العنب. هاخد بقى الحله بتاعتي وارفعها على البوتاجاز على نار عاليه في الاول، وبعد كده ههدي النار. وهنا بقى كان خلاص المحشي بتاعي استوى. هشيل بقى الطبق ده. شايفين بقى كده الرصه زي ما هي ومفيش رز متفرتك اهو. كمان ورق العنب استوى معايا. على الفطار بقى قلبنا الحله بتاعتنا. ايه رايكم بقى في الجمال والحلويات دي؟ شايفين بقى الرصه طالعه معايا مظبوطه ازاي؟ حلوه قوي لو هتعمليها في عزومه في رمضان، حاجه كده تشرف وجميله تحفه. عايزه اقول لكم ان ده كان فطارنا النهارده بما اننا اسره صغيره، فالطاجن ده او الحله دي يا دوب كده كانت على قدنا، حلوه كده. وما بحبش انا الاكل يزيد واعمل حاجات كتير والحاجه تزيد، بحاول اخلي الطبخه على قد اليوم. وده بقى الحلو بتاعنا. هنا بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وافادكم. شيروا بقى لاصحابكم وقرايبكم علشان الكل يستفاد. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اشوفكم بقى في فيديو جديد. سلام عليكم.